احنا كان عندنا رول ما ينفعش نبات في مكان بابا وماما مش فيه، ما ينفعش باي طريقه من الطرق. النهارده لما بنتي تقول لي هبات عند خالته واقول لها لا وتزعل، ببقى متفهمه هي زعلانه ليه، وبرجع اقول ايوه ماما وبابا كان عندهم حق. كان عندنا رول ان مفيش نزول من بعد المغرب. لا هو دلوقتي الدنيا انفتحت طبعا، ما بقاش فيه بعد المغرب ده اصلا، ده الدروس لوحدها بتخلص الساعه 10 وما بقاش في عفاريت. وما بقاش فيه عفاريت. ايوه بقينا احنا اللي عفاريت. ايوه. ف اي حاجه، اي قاعده كنا متربيين عليها انا بحاول احافظ عليها، بس يعني عارف بنحافظ على الروح لكن باسلوب مختلف. صح. يعني محتاجين نفرق بس بين العاده وبين الاساليب والادوات اللي هنحافظ بيها عليها. العاده مستمره ومش هينفع نفرط فيها، لان دي اساس وجوهر للعيشه اللي احنا فيها الايام دي، وانت محتاج تهتم بيها اكتر لان التحديات قدام اطفالك واولادك بقت اكتر. صح. لكن الاسلوب بس اللي بيتغير، الطريقه بس اللي بتتغير. زمان كان في مقوله كده كان يقول لك ايه، كلمه الاب سيف وبدون نقاش. انت النهارده لو عملت كده هتخسر اولادك، ما بقاش ينفع. القيمه موجوده والقيمه ثابته، احترام الاب، لكن الوسيله ممكن تبقى بالمناقشه، بالحوار، بانك تصاحبه. صح. فطول الوقت العادات موجودة واحنا متمسكين بيها جدا، ومش هنخون أبهاتنا ومش هنتنازل عنها، احنا بس بنغير في الطريقة اللي بنتعامل بيها. حسيتي بالحاجات دي لما كانت بتفرض عليك من بابا وماما زمان لما بقيتي أم؟ جدا. ودايما أقول لأولادي كده، دايما أقول لهم أنا النهاردة عرفت قد إيه ماما وبابا كانوا بيحبوني وبيخافوا عليا وعارفين مصلحتي وأنا مش عارفة حاجة. ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ خلق الإنسان سيدنا آدم فجمع الملائكة وقال ليهم إني جاعل في الأرض خليفة. أنا كنت فاكر التفسير البسيط للآية إنه خليفة يعني الإنسان هو خليفة الله سبحانه وتعالى، فما ينفعش إن هو عشان نعمل غلط ما ينفعش يخالف المرور ولا ارميه زبالة في الشارع ولا ازعق ولا اقول لفظ على لساني وحش، لان انا خليفة الله في الارض. وبعد كده لما فهمت التفسير بتاعها فهمت قصد الله سبحانه وتعالى، معنى القرآن سبحانه وتعالى، معنى كلام الله سبحانه وتعالى، انه خليفة علشان يخلف ويكمل مسيرة الحياة، مسيرة الحياة بالظبط. هو جيل بيسلم لجيل.